النهارده مش فلوج عادي، النهارده ماتش برشلونة. اخيرا بقاله اسبوع مستني الماتش. الساعة حاليا 10 وربع، 10 و10 دقايق. الماتش الساعة 10 بالليل. فطبعا اكيد احنا عارفين هنعمل ايه، يعني مش هنقعد نلعب لحد الماتش 10 ساعات لحد الماتش. لحظة 10، لا، 12 ساعة صح؟ 10 و2 كمان، كده 12. 12 ساعة. الفيديو هيكون رهيب، عايزك تستنى لحد اخر فيديو. مستر بيس قال لي، امسك المشاهد. ما هو قال لي، ما اعرفش. والله يا اخي المشروب هذا بقالي من اول ما اتولدت وانا بشربه، عمري ما زهقت منه. شوية نعناع اوف. خلونا ندخل على منصة مستر خالد. لا لا لا، مالكش دعوة بالمستر معبود. محاضرة بقالي 3 ايام في المحاضرة، حرفيا محاضراته فيها بركة. الله يبارك لنا قناتي اكتر من المحاضرة. منصة مستر خالد يلا. طبعا النهاردة هبدأ في التحليلية. اتأخرت شوية فعلا، بس أنا عايز أخلصها قبل السبت الجاي، قبل ما تنزل المحاضرة التانية. هنفتح الكتاب ده أول مرة. أهو المحاضرة الأولى، الباب التاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب ساعتين ونص، يعني متوسط المحاضرات بتاعت مستر خالد، يعني كويس إن ساعتين ونص. يعني أنا متعود فوق 3 ساعات المحاضرة، أما دي ساعتين ونص، ده ممتاز جدا جدا. أما مستر محمد عبد المعبود ده في حتة تانية خالص 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 خالص. المحاضرة بتاعته 6 ساعات. بص، ما هو راجل رايق، راجل بص، قاعد كده. ازاي اكره العيال في عيشتهم؟ ارزعهم محاضرة 6 ساعات. يا جماعة تفصيل المقاومات كانت 6 ساعات ونص، 6 ساعات ونص. المهم خلينا نسمع المحاضرة. خليك معايا لاخر الفيديو، خليك معايا لاخر خليك معايا لاخر الفيديو، والله فيديو رهيب ان شاء الله، احلى فيديو في قناتي هيكون. طبعا يا جماعة خلصت معظم محاضرة مستر خالد، ودلوقتي الساعة 9 وربع، والماتش الساعة 10. فالمفروض دلوقتي انها اغير عشان اروح اسمع الماتش. يلا يا جدعان خلينا نروح. فلوج نار. طبعا الحين رايحين نشتري كريب قبل الماتش. معانا الاستاذ جاتا. استاذ جاتا. حتى قطط كلبة فلوس. طبعا يا جماعة وانا بمنتج انتبهت للقطة دي، كيف القطط بقت كلبة فلوس. والله فلوس تونة، لا فلوس. خدي هات لك علبة تونة، علبة تونة، خدي امسك. ايدك لا مش بقي. يوسف بص، انا عاوزك تديني حكمة كده، يعني كل العالم يستفاد منها، حكمة كده رهيبة. هنا الله في قطة سكرانة. ايوه دلوقتي فرص النظر للفريق الفارسي عطية في أولى الكرات الخطيرة لمصلحة الفريق قطر. يا الله يا عم، كيف هذا؟ شو اللي فيها
هذول؟ مين؟ تلعب منهم؟ هذا العب منهم. مكتوب ممنوع رمي التليفون. والله كويس انه حذروني لان انا كنت اول مين الزباله اصلا. تليفوني طبعا. اوفسايد اوفسايد. الله حسن الله ابلع. طبعا كاميرا دي فصلت فاضطريت اصور بكاميرا يوسف. كاميرا يوسف اسوأ كاميرا في حالي والله سيئة. لو الفيديو وصل 20 مليون لايك هروح الاستاد هلعب معاهم ان شاء الله. لايك شاهد على لو الفيديو وصل 20 مليون لايك هروح العب معاهم. يا لهوي والله عمال احسن من جوان جارسيا ولا السيت اب الجديد. معانا السيت اب الجديد الخشبه اللي محطوطه. مشاهدينا متابعينا انتهت احداث الشوط الاول و 1-1. 1-1 والله فيش كلام في دماغي اقوله. جول 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 جول. يا ممنوع يا عم كده حرام. شوف كيف اشرب حقين. يا عم احنا تبعنا طيب ما خلينا نفرح. مين يشجع فريق؟ ايه؟ يشجع فريق برشلونة فيا. نشجع الزمالك مثلا. نشجع مثلا رمز المحلة. والله هتعب والله هتعب. أشرف راح حكيمي والعرضية خطيرة جونسالو. أبطال نحن باريس، نحن فرقة الأحلام، نحن أبطال الأمس وغدا يا أوروبا. جونسالو راموس في شباك تشيزني يسجل الهدف الثاني للفريق الباريسي. باريس أشرف بعرضية أشرف. طبعا يا جماعة أنا صورت الفيديو يوم 1/10. بقالي أسبوع مصور الفيديو، متخيلين؟ المهم طبعا أنا عايز أطول الفيديو علشان تستمتع عزيزي المشاهد. والله أنا كداب، أنا عايز أفعل أرباح. ويلا بسم الله. طبعا يا جماعة وصلني كتاب انجليزاوي، حصل شوية مشاكل في بداية التصوير، فالمهم خلينا نعمل انبوكسنج. افتح يا باشا. الناس اللي بيعملوا بالمشرط ومش عارف، لا ده كلام، ده كلام دلع بإيدك.
بايدك، ليش تشتري مشرط عشان تعمل انبوكسنج؟ اهو الكتاب طبعا. اوكي يا عم ايش هذا؟ ايوه كده. ايه ده كمان فيه ستيكر. لا المهم ده الكتاب اهو. كتاب. يا نهار ايه ده، ايه ده كل ايه ده كل ايه ده كل. عندك كتاب فاكر ولا ناسي ده تقريبا؟ ده بعد كل يونت بحط لي كلمات علشان اسمعها، بدل ما انا اقعد اكتب الكلمة على اليمين واسمعها. لا هو كاتبها لي هنا. المهم هذا واحد ماشي. خش على اللي بعده. ايه ده؟ بطل الحكاية. ده السكيلز. ده السكيلز. وده اتوقع القصة. ايوه هو القصة، اكيد القصة. قصة مترجمة اهو. يا اخي يا دي ادموند وسنين. هو ادموند لسه عايش يا جماعة؟ مش ادموند ده بتاع تانية ثانوي. وده الكتاب الاساسي. ده الكتاب بتاع الفوكاب والجرامر والكلام ده اهو. حلو. بتاع الاسئلة كمان. يعني بص ازاي شرح الجرامر شرح نفسه حرفيا. اخر حاجة الكوتشينة دي. لا خلينا نخش على الستيكر. ستيكر. يعني يا عم انت جايب ستيكر ولا جايب؟ هم الستيكر. والله بصراحة انا بهتمش للكلام ده. انا شايف انه بس حلو. يعني انا الستيكر بتاع المدرسين، بص انا لو طلعتها اقلب الدنيا. الستيكر بتاع المدرسين انا شايلهم اصلا ما بستخدمهمش معظمهم يعني. بس لا ده على فكرة ستيكر حلو خالص. الستيكر دول مبتكرين خالص. يعني شوف كده، يعني مش زي اي ستيكر ممكن تشوفها، تحس انها مختلفة كده. هما مش كتير بس حلوين. وده المتعة في الطريق وعثراته. ده انت هتلاقيه مع اي مدرس في الدنيا. في عندك كمان هنا. اتعلم من اخطائك ولا تيأس. حاضر. قبل ما ندخل على الكوتشينة، احلى مشروب في العالم. اوعى تكون وصلت هنا وما حطيتش لايك. يا اخي انت شوف التعب، اسبوع بمنتج حط لايك. المهم افتح اوه لا. الشر ده ليه تأثير ضار على حياتنا. يعني بسم الله انا ممكن اعمل لعبة حلوة. انا في الايساي استخدم 5 كلمات، 5 كروت دي الخبطهم كده واستخدم 5 كروت مساعدة في الايساي. بس بشرط بعد لما اكتب الايساي احفظهم، احفظ المعاني. يعني مثلا دولة انا مش شايف اي حاجة، كروت عشوائية. هكتب الايساي بدولة. يعني انا اكتب بالحصيلة بتاعتي اللغوية، اكتب انا عادي، بس اقدر استخدم كروت من دولة. العب بقى زي ما انت عاوز بقى. لا ننكر ان نقط الموضوع يلعب دورا هاما. يا اخي والله شكرا. وبقول لك حلوه الفكره دي. بقول لك الكلمه دي دايس بتنفع في اي حاجه، في اي اساي. يا اخي والله الاساي صار حاجه ممتعه بدل ما الاساي كان حرفيا حاجه ممله خالص. وده كارت المافيا. في كميه كوتشينه كتير خالص اكتر من الكوتشينه العاديه بكتير. والله دي رهيبه بصراحه. احسن من الكتاب لا بس والله بصراحه يعني احسن كتاب انجليزي انا شفته في احسن كتاب في العالم. يا عم مفيش حد عمل الفكره دي. طبعا يا جماعه انا كنت بصور فيديو برشلونه ضد باريس يعني من اسبوع. بعدها برشلونه لعبت من كام يوم ماتش وخسر التاني، ولسه ما نزلتش فلوج. والله اقسم بالله مش فاضي منتج خالص. اليوم كله مشغول، كله مشغول، مش فاضي ولا دقيقه منتج.
انا ببدأ اليوم مثلا من 9 الصبح 8 الصبح لحد 3 الفجر. باجي بقى على الساعة 3 الفجر، ممكن امنتج نص ساعة، ساعة لو ايه يعني، فاهم؟ طبعا هقيم كتاب 9.8 من 10. علشان الحنكة. بالظبط. روحك في الفيديو. والله حاولت اخلي الفيديو طويل قد ما اقدر. المهم، لو الفيديو عجبك، والله يا اخي زهقتك انا يا اخي، حط لايك يلا سلام.